ابراهيم ابو نواف، نقول لك مبروك لقب الدوري يا ابو نواف. لا ايش دعوه، بعد ما بقى شيء، مرحله واحده يا ابو نواف. صليبي خالد قدامك. حياك الله يا ابو نواف. مبروك يا ابو نواف، لا تقعد تقول ايش دعوه ما ايش دعوه. مبروك الدوري ولا تقص على نفسك. مبروك الدوري حبيبي. وبعد انا اقدر جمال ابو نواف، جمال فرحان اكثر منك ابو نواف، ما ادري ايش السالفه. احنا اكو كلمه سر بيني وبين جمال. استغال. لا كويت سبورت استغال. بالحقيقه مبروك لفريق الكويت بالصداره. هارد لك للعربي، اقولها بكل امانه وبكل اخلاص، احنا كنا نرفع القبعه ولا زلنا نرفع القبعه لفريق العربي ومدرب العربي من القسم الاول. صحيح. انما القسم الثاني العربي اداء اقل، فنيات اقل، تكتيكات قلت، اداء مو ضمن خاصه المباريات الاخيره. صحيح. واقول لكم بكل صراحه ومن كل قلب، العربي ما خسر الدوري الا مع الكويت. في مباراته مع الكويت هني خسر الدوري. صحيح. 6 نقاط. كان يستطيع ان يتعادل او يستطيع ان يفوز على الكويت، ومن ثم لو يخسر مباراتين الكويت ما يستطيع ان ياخذ الدوري. هذا الكلام اللي يكون لازم واضح. العربي خسر الدوري بخسارته مع الكويت، وكان يفترض انه يصل نقاط ما بين 5 نقاط او 8 نقاط. ابو نواف الكلام الثاني هذا غير. ابو نواف جمال وياك طال عمرك. هلا والله هلا ابو نواف. هلا بيك. ابو نواف ايش عليك بعد؟ صدق اقول جنرال ما شاء الله عليك، الله يوفقك. ابو نواف ما تحس ان المدرب اليوم بنيك الطريقه هذه اليوم لعبها مع القادسيه، المفروض يلعبها مع الكويت انه يسكر، ومع الكويت يلعبها مع القادسيه، كان يفتح اللعب بعيد مع القادسيه، يضغط على القادسيه. كل اقدر اقول ان هناك تفوق راشد الديح في عمليه استحواذ بالشوط الاول، من الشوط الاول للشوط الثاني، دراسه كبيره من الكابتن راشد الديح، تفوق على المدرب ونياك في هذه اللحظه. في لعبه الكويت فاجأ العالم كله، يعني فاجأني انا، افضل لاعب عند المواس ما شارك في راس الخطيب اللي ما لعب صار له مده امام احلى امام قيطان امام سعيد. فلذلك هناك اكو بعض الفنيات التي اتخذها سواء جهاز فني اللاعبين، هذه امور يعني احنا اليوم نفس الشيء 2-0 اخطاء فرديه وقعنا فيها، اخطاء شق الدفاعي، اخطاء ابو نواف بس لك سؤال ابو نواف، يعني يقول في خاطر وانا قاعد اطالع المباراه صارت النتيجه 2-0، هل وصلت لمرحله اليأس ان المباراه ضاعت؟ لا وهذا بيت الشوط راح اقول لهم، وكان عندي الامل وقلت راح نفوز. فريق الكويت قاعد يأدي، فريق الكويت قاعد يوصل الجول، فريق الكويت قاعد يضيع، فريق الكويت افضل فريق بالدفاع، افضل فريق بالهجوم. الامور التكتيكيه موجوده. نعم. اليوم انه فاحنا يمكن ما املك القناص انه ما املك المهاجمين اللي قاعد يقومون الادوار، قاعد يقوم دور على الكثيري، المقبالي، هادي، رجوريو، ايضا بالنسبه للاعبين الوسط، وايضا خلقنا فريق اخر لاعبين صغار. هذه الامور كلها انت قاعد تشوفونها موجوده قدامكم، قاعد تشوفونها. فريق فعلا الان فريق الكويت يستحق ان يحصل على الدوري. نعم. لان فعلا قلب النتيجه وقلب مباريات كثيره ولم يخسر في الدوري، لم يخسر. صح، لم يخسر اي مباراه نادي الكويت. مباراتكم الجايه ابو نواف مع صليبي خات، ترى يعني ايضا الدوري احنا الان نقول بنسبه 90% للكويت، لكن يبقى نادي صليبي خات فريق متطور، فريق قوي، فريق جيد، فريق لديه محترفين على مستوى عالي، عنده مدرب وطني ممتاز. ايش راح تتعامل مع هذه المباراه يعني بحسبتك يا ابو نواف؟ انا كلامي قلت مبروك الصداره لفريق الكويت، ما قلت مبروك الدوري. صحيح. وهذا علي ان احترم هذا الخصم اللي ما احترمت اليرموك، وكان ايضا اليرموك عمل لي مشكله ولله الحمد وفقنا. علي ان احترم مني انا كجهاز اداري ومجلس اداره وجهاز فني وايضا لاعبين ان يحترموا هذا الفريق امامهم للنهايه، يعني لغايه الحين الجوله ما انتهت. هناك مباراه العربي امام التضامن، وهناك مباراه الكويت امام الصليبخات، والصليبخات فريق جدير بالاحترام وكلنا شاهدناه، ووصل الى موقع ممتاز ويملك مدرب لاعب فكر عالي ماهر الشمري. انا اقول لغايه الحين هناك جوله في يوم 9 شهر، الفرح ياتي من بعد صفاره الحكم في النهايه. اكيد. مبروك الصداره يا ابو نواف مره اخرى. لحظه ابو نواف، معك جاسم مشكناني. هلا ابو حمود. هلا مساك الله بالخير يا ابو نواف. فرحان لك ابو حمود. مبروك يا ابو نواف. هلا ابو حمود. والله بغيت اسالك سؤال اساله ابو حمد على نفسيتك لما فريقك كان مغلوب 2-0 لكن انت قدها وقدود، لكن السؤال الاخر ابو نواف، شنو كان وضعك النفسي وانت تتابع مباراة القادسية والعربي؟ ولو كنت انت مكان مدرب العربي شنو كان ممكن تقوم فيه حتى تحول النتيجة لصالحك؟ لانه الجماهير دايخة يا ابو نواف وانت رجل فني، فبدنا نعرف منك هالشغلة هذه. شوف يا ابو حمود، والله ثم والله انا كانت نفسيتي مرتاحة،
لان انا املك الثقه الكبيره ما املكها ما بين لاعبين القادسيه، 14 سنه مع لاعبين القادسيه، واعرف القادسيه في اسوء حالاتهم ولكن تظل في اي لحظه من اللحظات تكون بطل، في اي لحظه من اللحظات يكون يفوز، في اي لحظه لانه يملك الادوات ويملك الامكانيات ويملك اللاعبين اصحاب الخبره، وانت شفتوهم اليوم. يمكن المباراه ما هي كبيره بس تعاملهم مع المباراه طول الفترات، يعني اذا تقسم المباراه لاعبين القادسيه تعاملهم مع المباراه بعمليه استحواذ، خذ فاول، خذ كورنر، اخذ اوت، بالتالي اعتقد انا يعني ثقتي الموجوده بلاعبين القادسيه هذه ايضا كنت انا مرتاح منها. ابو نواف مباراه عصيبه خاصه الشوط الثاني، يعني انا الشوط الثاني كاني انا مدرب الفريق، كاني انا قاعد العب. اوكي ابو نواف، انت الان امام ايضا يعني حدث تاريخي لاول مره يصير في الكويت، وانت منه يعني انت تستاهل يا ابو نواف، تعبت وجهد وعطاء انه يتحقق لاول مره في تاريخ الكويت مدرب وطني يحقق بطولتين دوري مع فريقين مختلفين من الانديه المحليه، فانت يعني امام تاريخ يسجل باسم محمد ابراهيم. صالح زكريا اتصور ان ابو احمد صالح زكريا يمكن مع الجهره بالدوري. صالح هذا دوري اتصور، بس انه ما ايضا مو محسوب مو محسوب صار الغزو. لا صالح استاذنا العود وابونا العود واخونا العود واحنا نتعلم منه، بس يعني تاريخي يشفع لي لله الحمد ان ما نعمله. لا مو زكريا، ترى مو زكريا، دراغان مع الجهره. انا جهراوي، دراغان مو زكريا. دراغان صح، دراغان بال90. انا وصلت المعلومه هذا ان الحين دراغان ابو نواف، يعني انت يعني احنا نقول نتمنى لك انك تستحق يا ابو نواف انك تحقق هذا الانجاز التاريخي يسجل باسمك اكيد يعني. يا الله يا رب تستاهل يا ابو نواف. خالد في شيء؟ شاكر لك ابو حمود، وسلموا لي على مؤيد وايد. انا ابو نواف في لا جايك وين بتروح؟ يعني اليوم محتفلين فيك الظاهر. جايك وين بتروح؟ صالح حبيبي تفضل خالد. ابو نواف شلونك ابو نواف؟ هلا بالحبيب، هلا بروح. ابو نواف اول شيء ابارك لك وابارك حق نادي الكويت، بس في كلمه ترجع بقلبي امانه لشخصك امانه الكريم، فعلا مدرب وطني مجتهد مثل ما تفضلت من بدايه القسم الثاني واحنا نشوف نادي الكويت يتطور خطوه بخطوه، واعتقد ابو نواف بينت بصماتك مع الفريق وقلت لك على الاداء وفعلا اذا خذيتوا الدوري تستاهلونه كمجلس اداره وكلاعبين جهاز فني واداري، ولك شخصيا نتمنى لك كل التوفيق امانه. شاكر لك يا ابو صوح، شكرا على الكلام ابو نواف شلونك؟ هلا ابو صوح، ابو خالد. انا الحين ماني مبارك لك على الدوري، اصبر لان في مباراه اخيره. عدل بس ابارك لك على الصداره. هذه معلومه بس للمشاهد ولك يا محمد، انت كمدرب. نادي الكويت هذا الموسم حقق سابقه ما حصلت في تاريخ الانديه، اللي هي فوز في الدوري في 13 سنه و15 سنه و17 سنه و19 سنه. وهذه كاس يمكن حطم ارقام والرديف قياسيه مع عزيز والرديف مع عزيز حماده، فبالتالي اسف محمد نسيتك انا. فهذه يعني الحقيقه هذا دليل على ان نادي الكويت عنده خطه جدا ممتازه، عنده اجهزه قاعد تشتغل فنيه واجهزه اداريه ولاعبين ملتزمين، نادي مستقر والله يتمم عليه ما عنده مشاكل. وحنا نقول دائما الاستقرار مو بس فني، الاستقرار اداري، استقرار طبي، استقرار فني من قبل اللاعبين، جهاز اداري، وبالتالي هذه يمكن تحسب لكم انتم ك يعني جهاز فني وتحسب لاداره نادي الكويت بهذا العمل اللي قاعد يقدمونه للامانه. وحنا يمكن هذا الموسم موسم دوري فيفا، موسم استثنائي في صراع على بطوله الدوري. للان باقي جوله واحده ولا حد عارف من هو اللي حسم وخذ الدوري، فهذا شيء مهم، هذا ينصب بمصلحه الكره الكويتيه. اليوم احنا شفنا حضور جماهيري جدا مميز، ونقول لك يا ابو نواف انت تستاهل كل خير، انت مدرب وطني وحنا نفتخر ان عندنا مدرب وطني يحصل على بطولات، وعسى الله يوفقك. الله يسلمك، شاكر لك على الكلام، وهذا اصلا يعني قليل بحق هذا المجلس الاداره اللي قاعد يعمل. انا قاعد اشوفه وتابعته وكنت معه خلال 5 شهور، للامانه يعني عمل باحترافيه. المراحل السنيه اتابعهم، اروح لهم، اشوف تدريباتهم، الكل يشتغل والله يشتغل بشغل مع المدربين موجودين. المراحل السنيه تحت 19 دوري الرديف احنا مسؤولين عنه، دوري كاس الاتحاد احنا مسؤولين عنه كالفريق الاول، بالتالي العمل كان ناجح، يشكر على المصدر ويشكر على ابو نواف. معك الكابتن وليد نصار، معك يستاهلون اداره نادي الكويت للامانه، يعني اداره تعمل بصمت. الله بالخيرات والكرامه.
شو اخبارك ابو نواف؟ مبروك على الصداره. من يتكلم؟ الله يبارك فيك. اخوك وليد نصار. تدري انت هو عارف من الخميس. اول شيء مؤيد عرفنا خليج 10 ها. ابو نواف انا طبعا مع احترامي حق القلعه الصفراء حق نادي القادسيه ودار نادي القادسيه، بس انا اقول ترى الوان الابيض ترى حلوه عليك. يعني نتمنى ان عقدك يمتد. نعم. مرت غطيه يعني. انا اتمنى عقدك يمتد سنوات مع نادي الكويت، الامانه يعني البصمه اللي تركتها الموسم هذا خاصه في ظهور الناشئين، يعني خطوه جريئه كانت، ودائما انت يعني عندك الحس التدريبي، وقاعدين نشوف يعني حتى بناء الفريق الثاني اللي افتقدناه يمكن سنوات. للامانه اقول لك يعني شغل واضح في نادي الكويت المراحل السنيه، حتى اخوي الدكتور احمد الحميد يشكر عليه. طبعا انت امتداد لهذا العمل، الامانه يعني اعطيت الفرصه حق اكثر من ناشئ للعب بالفريق الاول، وشفناهم هذا الموسم في موسم صعب، وشفنا يمكن المنافسه لنهايه الموسم، خلينا نقول لغايه الاسبوع الاخير موجوده منافسه ما بين الفريقين. فاتمنى لك التوفيق يا ابو نواف. شكرا استاذ، شكرا حبيبي، الله يسلمك. تستاهل يا ابو نواف، ونقول لك الف مبروك صداره الدوري. تستاهل يا ابو نواف، وان شاء الله نستضيفك ان شاء الله يعني بحلقه وانت ماخذ الدوري يا ابو نواف. مشكور، شكرا لك وعلى تواصلك معنا يا ابو نواف، شكرا.